السلام عليكم يا بنات، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. لو اول مره بتتابعيني النهارده على القناه، اهلا وسهلا بيكي. ارجو منك الاشتراك في القناه، سبسكرايب، وتفعيل زر الجرس واللايك الحلو من ايديكي. تعالي كده، بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل النهارده كفته مشويه، كفته حاتي، طبعا فيها نسبه دهن. خلاص يا بنات، ده تقريبا كيلو الا ربع لحمه تقريبا. خلاص، قطعت له 3 بصلات متوسطين، عايزه تكتري براحتك. هتفرميه طبعا في الكبه كويس، وبعد كده هتفرميهم، هتشيلي منها ميه البصل، وبعد كده دي ميه البصل هي بنات. خلاص، وبعد كده هتفرمي اللحمه المفرومه مع البصل في الكبه ضربه كده او ضربتين، عشان يبقى كله متجانس كده ببعضه، يبقى عامل زي العجينه كده، ميبقاش فيها تفل، اللي هو التفل بتاع اللحمه المفرومه. طبعا 4-5 فصوص توم، يعني على قد ما تقدري. انا هزود لها تركايه النهارده. ده برغل يا جماعه، دي نص كوبايه من البرغل، نقعتها في ميه سخنه لمده ربع ساعه، بعد كده صفيته كويس من الميه بتاعته اهو. خلاص يا بنات، هضيف ده مع ده، هقلب بقى كله في بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحاتي مش بيحط لها برغل يا جماعه، لكن بيحط لها دهن بس، يعني بيحط لها حته دهنه كده كويسه، عشان تبقى ملبسه كده وتبقى حلوه معاه في الشوي. انا ضفت التركايه دي النهارده، انا بعملها كده عن نفسي، وكمان بتزود لك نسبه او بتزود لك كميه اللحمه اللي معاكي، لو عامله عزومه او حاجه، او عاوزه تزودي شويه اهو. خلاص، انت تعمليها على قد ما تقدري. طبعا حطيت ملح وفلفل اسود وبهارات لحمه او بهارات كفته لو موجوده متاحه عندك، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، عشان الصباع يفضل كده ايه، واخد اعتباره، ما يكشش منك. خلاص كده اهو زي ما انت شايفه كده. تعالوا نشوف بقى نصبعها ازاي. ده سيخ يا جماعه اهوت من بتاع البوتاجاز. خلاص اهو، انا هعمل بيه اللي هو بتاع الشوايه اهو. خلاص، انا هصبع بيه. فبسم الله الرحمن الرحيم كده. ودي كده معايا الصينيه اللي انا هطلع فيها في الاخر، دهنتها ايه يعني حته زبده صغيره كده او حته سمنه صغيره. خلاص، بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بسم الله. عشان ايدك ما تلزقش، بتحطي ايدك كده في الميه بتاعه البصل. خلاص اهو، عايزه تكبري الصباع، عايزه تصغريه براحتك اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. برص كده في الصينيه بتاعتي تاني. لو مش عايزه تعمليها في الفرن براحتك، ممكن تعمليها من فوق اهو زي ما انت شايفه كده. انا كنت عملت الفيديو ده معاكم يا بنات قبل كده، لكن ما كنتش عاملاه بالطريقه دي، انا كنت عاملاه بالعصيان بتاعه الشيش طاووق اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هخلصه بسرعه وارجع اوريهولكوا تاني. شايفين كده يا بنات، بعد ما صبعت الكفته بتاعتي اهو، احطها في التلاجة كده لحد قبل الفطار مثلا بساعه او بنص ساعه، وبعدين ندخلها الفرن وارجع اوريها لكم هتبقى عامله ازاي. ما تنسيش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس واللايك الحلو من ايديكي. يلا بينا. في الكفته كده بعد ما خلصت، يا رب تكون عجبتكم. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. ارجو منكم اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس واللايك الحلو من ايديكم. شكرا، سلام عليكم ورحمه الله.